السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا صباح الهنا والسعادة وكل حاجة حلوة. عاملين يا حبايبي جوه مصر ومن بره مصر. بسلم عليكم بقول لكم وحشتوني. يا رب الفيديو النهارده يعجبكم، ولو كان عجبكم الفيديو بالله عليكم ما تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. بالله عليكم يا جماعة أنا محتاجة وقفتكم معايا، إن انتوا تشاهدوا فيديوهاتي وتحطوا لي اللايك، ولو تكرمتم لو تشاهدوا لي إعلان للآخر، وجزاكم الله كل خير. يعني أنا مش هنسى فضلكم ده أبدا عليا. إيه الشيرين من ده النجار يا جماعة. اللي هو هيعمل لي باب عشان القطة دخلت كلت الحمام. كانت عندي حمامتين وكده، وكانت يعني في اتنين متعورين او مجروحين. فالمهم بقى ايه، قلت له لا انا لازم يا ابو احمد اعمل باب للحمام، مش هينفع كده. ف هو قال لي الحمام بيطير، قلت له لا الحمام من غير ريش، على ما يجي يطلع له ريش هتكون القطه اتسلت عليهم وكلتهم، وانا عاشقه للحمام. قلت بعمل كوبايتين شاي كده واطلع للوسط رجب. طبعا لوسط رجب ده مش عايزه اقول لكم عشره عمر. انا من وانا لسه عروسه كده متجوزه هنا، ولقيته بيجي ويقعد مع حماية ويعمل هو وحماية الشغل، لأن حماية منجد وكده، وهو بقى يقعد يشتغل يعمل ايه الحاجات نجارة، وحماية ينجد وراه. فطبعا هو يعتبر يعني ايه من فراخ البيت. خدت أكل كده فطاري وطلعت، كيس شيبسي وحتة جبنة ورغيف عيش وكوباية شاي، وعملت له شاي معاه. قلت له تفطر معايا، قال لي لا أنا فاطر قبل ما أجي. قلت له خلاص. خدت بقى الأكل كده وقعدت جنبه، هو بيشتغل أهو. بص أنا بتكلم معاه، هو يشتغل وانا اكل جنبه. فطبعا انا مش اي صنايعي يجي ان انا اقعد ولا اكل او اصور كمان قدام. بس عشان لسه راجع يعني من يوم بصراحه ما دخلت البيت، وراجل محترم جدا جدا معانا، يعني ربنا يديله الصحه ويرزقه برزق اولاده. اللهم امين يا رب العالمين ويرزقنا اجمعين. طبعا بقى الباب ده مش عايزه اقول لكم، يعني انا انصدمت من النتيجه يعني. الباب ده لما هو قعد جاب لي ضلفه نيش. اه والله العظيم اللي هي الحاجات المستعمله دي، وجاب لي لوحين خشب، والمهم عمل لي الباب. قُل له: "يا ضلفة النيش دي هتنفع؟" قال لي: "ده أحسن من إني أعمل لِك باب سلك." يا راجل! قال لي: "والله باب السلك ده هوا يطير، لكن الباب اللي أنا باعمله لِك ده باب جامد ويستحمل." قُلت له: "على العموم هو في وشّك، والله العظيم لو ما نفعش هتاخده وأنت ماشي." قال لي: "ماشي." فالمهم إيه، قعد يعملوا كده والله العظيم يعني طلع باب في الآخر حلو، والله يعجبكم جدًا، جدًا. وإن شاء الله يا جماعة يعني لو عجبكم حطّوا اللايك عشان لوستة رجب، بلاش عشان شيرين. حطّوا اللايك واشتركوا في قناتي وكبّروها بالله عليكم. بُصّوا يا جماعة، أنا كنت عايزة أتكلّم معاكم بصراحة في موضوع القناة. أنتم عارفين إن أنا قناتي دي أول ما طلعت أصلًا كانت روتين، كانت روتين ووصفات ونصايح، ما كانش ليّا دعوة بحاجة اسمها نقد دي خالص، خالص، خالص. لحد ما عملت فيديو، ما كانش قصدي برضه إنه نقد، كانت نصيحة لوجه الله. الناس خدتها قالوا لي: "ده فيديو نقد." بجد والله هو اسمه نقد؟ وأنتِ لمّا تطلعي تعملي نصيحة لوجه الله يبقى نقد؟ قالوا لِك آه هو كده اسمه ده كده يبقى اسمه قنوات نقد. فالمهم يا جماعة أنا عملت الفيديو لا بيّا ولا عليّا. الفيديو ما شاء الله جاب يعني مشاهدات حلوة، دخّل لي اشتراكات حلوة. تاني فيديو برضه لا بيّا ولا عليّا لقيته مدخّل لي اشتراكات حلوة. جيت أعمل فيديوهات روتين ما لقيتش حد بيقول لي أنتِ فين، آه والله العظيم بجد. فقُلت خلاص أنا بقى إيه، مرّة إيه يعني أعمل روتين، مرّة إيه أعمل نقد كده. المهم تنّتني على كده لحد برضه ما لقيت إن الروتين واقع، واقع ما حدش بيشوفني فيه. فاضطريت إن أنا أرجع تاني وإيه، قُلت خلاص أنا هاعملها نقد، وفتحت قناة تانية إن أنا إيه، أعمل فيها روتين. فالقناة التانية أصلًا بتاعة روتين برضه مش متشافة، يعني هي فيهم فيديوهين 3 ما يعني ضاربين يعني، حلوين يعني، واحد معدّي ال80 وواحد معدّي ال70، لكني وفيديو تاني داخل على 10.000. لكن يا جماعة بقية الفيديوهات كلّها 500، 400، 900، 800، 1000، 300 فاهمينّي؟ فدي طبعًا مش مشاهدات تأكّل عيش. طب المشاهدات العالية دي أشيل المشاهدات العالية دي اللي فعّلت لي القناة بصراحة. 4000 ساعة واللي هو ال1000 مشترك بأمانة، بأمانة، وهي اللي جابت لي البنكود. يعني لولا الفيديوهين دُولة أو ال3 دول عليَّ ما كانتش قناتي اتفعّلت، ولا البنكود كان جِه، ولا كنت لميت ال4000 ساعة. على فكرة يا جماعة ال4000 ساعة في قناة معكم شيري أسامة، يعني أنا اشتريتهم، بس يعني إيه، مش اشتريتهم يعني ناس خدموني فيها بصراحة، ناس خدموني فيه، ربنا يصلح حالهم يا رب. أمّا في حياة شيرين ونور هي فعّلت نفسها بنفسها. أنا كنت مستغربة والله العظيم، يعني فعّلت نفسها بنفسها، أنا ما جيتش يمّها خالص. كنت أنزّل الفيديو وشكرًا على كده، أنزّل الفيديو وشكرًا على كده، فربنا كرم فيه. بس بعد كده لقيت القناة برضه مشاهداتها، تخيّلوا يا جماعة أنا بقى لي سَنة وشهرين مفعّلة القناة، كل اللي عليها ما يجيش $40. كل اللي عليها ما يجيش $40. تخيلوا معدية السنة.
معدية السنة يا جماعة، يعني أنتِ بتتكلمي في أرباح ولا تُذكر، ولا تُذكر. طيب النقد يا النقد يا جماعة لمّا اتشهرت وابتدت أرباح قصدي مشاهداتي تبقى حلوة، حصل مشكلة وما جاليش إعلانات لمدة 4 شهور ونُص، 4 شهور ونُص في عِز احتياجِك للإعلانات، وفي عِز يعني ما أنتِ محتاجة الربح في القناة حصل مشاكل، فالناس ادّتني إنذارات وادّتني إبلاغات وعملت لي إزالة فيديوهات، فبسببهم خلاص جالي تحذير منتدى وشالوا الإعلانات من عندي. يعني ناس أنا انتقدتها وكده. فبس والله يعني أنتم سميتوها نقد، أنا ما سميتهاش نقد، أنا سميتها كلمة حق، فخلاص اللي عايز ياخدها نقد ياخدها، بس أنا حكيت لكم الدنيا ماشية إزاي. فبعد كده حصل مشاكل معايا جامدة، جامدة، جامدة وأمي تعبت بسبب المشاكل، بسبب مثلًا الناس اللي أنا انتقدتهم مش سايبينّي في حالي وكده وعملوا لي مشاكل، وعملوا لي مشاكل مع ناس حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. المهم قُمت أنا قايلة إيه، طَب أنا هاسيب النقد خالص وأنا هاعمل محتوى وهنشوف بقى المحتوى بتاعي والّا المحتوى بتاعهم. ويعني أنا كنت معتقدة إن أنا كل يوم باعمل فيديوهات مختلفة عن بعضيها، يعني مش هي، ولا هي طبخة واحدة، ولا هي غسلة مواعين واحدة. أنا يعني ما شاء الله متجولة في البيت كله، سواء حماتي، سواء شقتي اللي تحت، سواء شقتي اللي فوق، سواء السطح، سواء الطيور، سواء الشارع، باخرج، باصور في السوق، فاهمينّي؟ يعني القناة حلوة، وفي نفس الوقت ألاقي المشاهدات واقعة. يعني أنا لمّا كنت باروح ألبس يعني العباية وألِف الطرحة وأطلع أقول كلمتين في حق القناة إن كان اللي عملته مش عاجبني أو جالي يعني كومنتات سلبية عنهم وكده، وشيرين اطلعي اتكلمي في الموضوع، ما شيرين مش هتطلع تتكلم من دماغها، شيرين لها برضه جمهور بيتابعها، حتى لو كان الجمهور دوّة 500 أو 1000، بس ليّا ناس بيتابعوني، ليهم احترامهم. شيرين إحنا بنحب نسمع رأيِك في الموضوع ده. فكنت أطلع أتكلّم، كنت أطلع أتكلّم الفيديو يعني يجيب مشاهدات، تيجي بقى تعملي روتين تلاقي ما حدش بيقول لِك أنتِ فين، طَب ده يرضي ربنا يا أهل الخير؟ ده يرضي ربنا؟ يعني أنا والله العظيم باتكلّم معاكم كأخت في الله، أنا أختكم في الله، باقول لكم دلّوني على الصح. فالمهم إن أنا عايزة إيه برضه، قناتي تبقى متنوعة كده فاهمينّي، اللي هو اللي يدخل ما يملّش، والله فيديو يشيل فيديو فاهمينّي، لو فيديو نقد زي ما أنتم ما بتقولوا أنتم مسمينها نقد، سموها نقد. أنا بالنسبة لي أنا ما ليش إن أنا أنتقد حد مثلًا كشخصيته، لأ أنا بانتقد اللي بيعمله في قلب المحتوى. بس هي كلمة حق تتقال وخلاص، سموها نقد سموها نقد براحتكم، عادي يعني. فالمهم إن أنا قُلت خلاص فيديو كده، وفيديو كده، وفيديو كده، أهو يعني إيه الفيديوهات تشيل بعضيها، فاهمينّي يا جماعة؟ والله العظيم أنا روتين ربنا كرمني فيه والناس عرفتني فيه ووقفت معايا فيه، والقناة والله العظيم أنا ما هاعمل إلا الروتين، والله العظيم أنا أصلًا من عشاق كل قنوات الروتين، كل قنوات الروتين أنا باحبها لإنها بتدّيني حماس وبتدّيني طاقة إيجابية يعني ربنا وحده اللي عالم، ربنا وحده اللي عالم يا جماعة إن أنا يعني من عاشقين الناس اللي بتعمل روتينات لأنها بتخلّيني أقوم أبقى عايزة يعني أهِد الدنيا وأبنيها كده، أنا هو أنتم أنضف منّي والّا إيه؟ يعني هو أنتم دولابكم أحسن منّي والّا مطبخكم أحسن منّي؟ لأ، اللي في عينه وراس يعمل عمايل الناس، أنا أعمل زيكم وأبقى أحسن منّكم كمان، فتلاقينا كده بنشجّع بعض، الروتين ده يا جماعة لمّا أنتم تتفرّجي على قناتي وأنا أتفرّج على قناتِك والله بنشجّع بعض، أمّا المتابعين اللي هُم بيتفرّجوا علينا اللي ما عندهمش قنوات، بيقوموا يتشجّعوا لمّا بيشوفونا، فلانة ديّة شُفت عملت كذا، رتّبت كذا، شُفت فرشت كذا، تحس كده إن إحنا كُلّنا أصلًا عايشين ندّي طاقة إيجابية لبعض، هو ده بس قنوات الروتين يا جماعة، أنا نفسي عاشقة ليه وما باملّش منها أبدًا، يعني لو اتفرّجت على 100 فيديو روتين أنا ما باملّش، فبالله عليكم ادّوني رأيكم وأنا عايزاكم ترشدوني للصح، وربنا يبارك فيكم ويصلح حالكم ويزيدكم من نعيم الله ويوسّع عليكم، وكل من يتابعني روح ربنا يكبر بخاطرك دنيا وآخرة يا رب، وكل سنة وأنتم طيبين وربنا يبلّغنا شهر شعبان وشهر رمضان،